وثيرة عبور أفراد الجالية المغربية عبر المركز الحدودي باب سبتة وصلت 10,000 شخص يوميا خلال الأسبوع المنصرم، والسبب يرجع لحرص هؤلاء على قضاء العيد مع أسرهم داخل أرض الوطن. بلغ عدد الأشخاص الذين توافدوا على أرض الوطن انطلاقا من عبر الحدود باب سبتة 152,000 شخص لحدود الساعة، في حين بلغ عدد السيارات 32,000 سيارة. هناك تجنيد لأعوان إضافيين بالإضافة للأعوان الذين كانوا يعملون بباب سبتة. هناك توسيع لفضاء باب سبتة طبعا بعد إعادة الهيكلة اللي تمت خلال هذه السنة. قضاء أجواء العيد بالمغرب وسط الأهل والأحباب يفسر الوتيرة المرتفعة لعملية مرحبا 2013 خلال الأيام القليلة التي تسبق العيد من أجل ذكريات تختلف عن ذكريات العيد بالمعشر. كنجيو فاكونس هنايا كل عام وكندوزو العيد هنايا، لاخاطش العيد هنا كيجوز مزيون بزاف ومع العائله كلشي مجموعين. جيت من فرنسا من افينيو 84، غندوز العيد ان شاء الله هنا في المغرب. قضاء اجواء العيد بالمغرب وسط الاهل والاحباب يفسر الوتيره المرتفعه لعمليه مرحبا 2013 خلال الايام القليله التي تسبق العيد من اجل ذكريات تختلف عن ذكريات العيد بالمعجر. جيت من المانيا بيليفيلد، وجيت من عند الاسره ديالي اللي هذه اكثر من 23 عام ما دوزت معهم العيد، وجيت غندير لهم مفاجاه ما عارفينيش راني جاي اليوم. الاجواء اللي غندوزو هنا في المغرب اجواء طيبه ومزيانه، يعني الجو اللي عندنا حنا تما شويه ماشي بحال الجو المغربي، يعني العيد بحال كتحسي بالعيد بحال هنايا. 152,000 شخص إذن عبروا إلى المغرب عبر المركز الحدودي باب سبتة منذ انطلاق عملية مرحبا 2013 إلى الآن، ولا زال العدد في ارتفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك.